بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح في الفيديو ده الأمر انترسكت. بستخدم الأمر انترسكت في إن أنا أفصل بارت معين لأجزاء بالشكل المطلوب. نختار الطوب لين سكتش، نرسم مستطيل ونعمل له اكسترود بمقدار 200 مللي. لو احنا فتحنا الأمر انترسكت فهلاحظ إن أنا عندي سيرفيس سوليد بادي وبلين. على الأقل لازم يكون عندك حاجتين من الحاجات دي، يا إما يكون عندك سوليد بادي وبلين، يا إما يكون عندك سوليد بادي وسيرفيس. هنستخدم البلين أو السيرفيس كتول بنعمل فيها قطع أو فصل للبارت ده بشكل معين. بس هنا مش هنعمل فصل للأسطح، ده احنا هنعمل فصل للسوليد بادي بنفسه. ازاي؟ نختار مثلا الطوب بلين ومن ريفرنس ننشئ مستوى جديد يبعد عنه 100 مللي. نفتح الأمر انترسكت، نختار المستوى اللي احنا أنشأناه ونختار السوليد بادي ونعمل انترسكت. هلاحظ إن السوليد بادي انقسم لجزئين باستخدام المستوى اللي أنشأناه. هننزل تحت هنا في ريجنز تو اكسكلود. هلاحظ إن عندي الشكل اتقسم لمنطقتين، المنطقة اللي هنعمل عليها تشيك هتختفي. نحدد الجزء اللي احنا محتاجين نزيله ونعمل اوكي، وبكده السوليد بادي اتقسم لجزئين، عملنا ريموف لجزء وفضل عندنا جزء. بإمكاني أعمل قطع في السوليد بادي بالطريقة أو بالشكل اللي أنا محتاجه عن طريق رسم سيرفيس بشكل معين. هنعمل ديليت للانترسكت والبلين والاكسترود ونعمل إيديت للسكتش ونكبره شوية ونعمل اكسترود بمقدار 200. نختار السطح ده نورمال 2 ونرسم سبلاين. نفترض إن إحنا محتاجين ننتج الشكل اللي تحت ده بنفس الكيرفيتشر ده، هنروح من سيرفيس نختار اكسترود ميد بلين بمقدار 600 مثلا، ومن فيتشر نختار انترسكت، نختار السيرفيس والسطح ونعمل انترسكت. هنلاحظ ان الشكل بتاعي اتقسم لجزئين، الجزء اللي محتاجين نزيله نعمل تشيك عليه. لو انا محتاج اعمل ريموف للسيرفيس او اخفيه اعمل كونسيوم سيرفيس ونعمل اوكي. هنلاحظ ان الشكل اللي نتج ده الامر انترسكت. لو انت معاك سؤال او استفسار ممكن تبعته على الصفحة اللي هتلاقيها في وصف الفيديو او في التعليقات. وشكرا.